ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا عارفين ان الطعمية حاجة اساسية في الفطار بتاعنا، وكتير مننا بيحبها ومش بيستغنى عنها في وجبة الفطار. طبعا مش كل يوم بنفطر طعمية اكيد يعني، لان هي متعبة شوية، لكن هي فعلا الصراحة محبوبة في الفطار. هعمل لكم النهاردة احلى طعمية ممكن تدوقوها. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كفتة. كفتة يا جماعة والله مش طعمية. وهنفرزها كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتفضل معانا بالشهور في الفريزر، مش هيحصل لها اي حاجة. تابعوا معايا الفيديو. لو مش مشتركين في القناة اتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من الفول المدشوش. ممكن نحط نص فول على نص حمص. انا بحب اعمل الطعمية فول مدشوش على حمص، الصراحة بتبقى طعمها احلى. تمام، نقعته لمدة كام ساعة لحد لما بقت وحدة الفول كده بتتكسر معايا بسهولة. تمام، بعد ما اتنقع ساعات غسلته بقى بالشكل ده. بعد كده جبت معايا بصلة متوسطة، يستحسن يعني انها تبقى بصلة بيضة، مش اي بصل تاني يعني. تمام، وكمان عندي نص حزمة شبت ونص حزمة كزبرة. لو حابين تحطوا كرات براحتكم، انا ما بحبش احط كرات. ممكن احط مثلا بصلتين اخضر لكن ما احطش كرات. وعندنا 6 7 فصوص توم كده. وقلبت كل الحاجات دي مع بعض علشان هنعملهم في الخلاط، مش هنعمل في الكبة. لو حابين تعملوا في الكبة براحتكم. انا عندي الخلاط عندي ما شاء الله كبير كده، وبيسهل عليا الصراحة الطعمية احسن من الكبة. فبحط كل الكمية على مرتين. تمام، حطيت كده نص الكمية وحطيت عليها كوباية ونص من المية. تمام، المية دي هنتخلص منها بعدين لو احنا مش حابينها، او لو شايفين كميتها زيادة هنتخلص منها. ضربت يعني النص الاولاني ده كده ضربته. شايفين؟ انا بس بوريكم كل حاجة قدامكم. مش عاوزينها تبقى ناعمة يعني، انا مش هخليها عصير، عاوزاها تكون خشنة نوعا ما، وفي نفس الوقت ما فيش فيها حاجات كده لسه يعني كبيرة كده، وحدات فول او كده. لقيتها لسه فيها كام وحدة فول خشنين، فشغلت عليها بس ايه كده ثواني. بصوا، طالعة تحفة. بعد كده جبت مصفى سلك ناعمة، وهبتدي اصفي فيها الجزء ده. هنصفيه لحد لما ننزل منه كمية المية اللي احنا حطيناها. تمام كده، بصوا المية بتنزل منه بكل سهولة. تمام كده، شايفين؟ ده اول جزء. تمام، وده الجزء الباقي من المرحلة الاولى. زي ما قلت لو حابين تعملوا في الكبة مفيش اي مشكلة. في الكبة بنحط يعني شوية مية صغيرين، او ممكن ما نحطش مية نهائي، بس انا بستسهل الخلاط الصراحة. تمام، هحط الجزء التاني بقى بالشكل ده، وهنزل عليه بالمية اللي انا صفيتها. شايفين؟ مش هضيف مية تاني. بالشكل ده هضربهم في الخلاط. شايفين؟ بيمشوا عادي بكل سهولة، مش تقيلة على الخلاط ولا حاجة، بالعكس. شايفين؟ خلاص كده انا وصلت للقوام المطلوب اللي انا عاوزاه. شايفين؟ مرجعتش انا يعني مرجعتش صفيت منها مية تاني، لكن لو حابين تخلوا العجينة اتقل من كده ممكن تصفوا منها كمان شوية مية، لكن هي بالنسبة لي انا بحبها خفيفة كده يعني. تمام، وكمان هي مع الوقت بتتقل لوحدها على فكرة يعني. عندنا اول حاجة نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل، وعندنا معلقة صغيرة من الشطة. متقلقوش خالص، الشطة مش هتبقى حامية قوي كده، او مش هتخلي الطعمية حامية قوي. تمام، وعندي معلقتين صغيرين مليانين من الكزبرة. حابين تزودوا عن كده مفيش اي مشكلة. وتقريبا نص كيلو بياخد معلقة ونص كبيرة من الملح. حطيت كده، وكمان معلقتين من السمسم.
يعني السمسم بيدي طعم حلو قوي للطعمية، لو مش حابين تحطوه مفيش اي مشكلة، بس الصراحة هي اساسها سمسم وكزبرة. التوابل اللي انا حطيتها التانية، الشطة والكمون والفلفل، بيدوا طعم تحفة الصراحة، كأن بتاكلوا كفتة والله. بعد كده حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، او ممكن نحط نص معلقة صغيرة من الكربوناتو. ما تقلقوش مش هتغمقها ولا حاجة، لان الكمية اللي احنا هنحطها صغيرة. لو حابين تعملوا ليها فوم، يعني زي الفوم بتاع المطاعم ده، لما بتشتروا عجينة الطعمية بيبقى ليها فوم كده، بتضربوها بالمضرب. تمام، بالمضرب اليدوي، فبتعمل فوم. دلوقتي هنعمل احلى سندوتش طعمية ممكن تاكلوه. اول حاجة عندي البتنجان، طبعا اساس سندوتش الطعمية. بحب اقطعه صوابع بالشكل ده، مش بياخد معايا وقت في الزيت، وكمان مش بيشرب زيت. تمام، خلاص كده اللون ده كويس. وبعد كده هنبتدي نقلي الطعمية، شايفين القوام بتاعها. هبتدي كده اخد على ايدي قرص وانزله في السمسم، وبعدين احط عليه كده رشة بسيطة من الكزبرة الناشفة. لو عندكم كزبرة ناشفة تكون يعني مجروشة كده متكسرة بس كده مش مطحونة، لكن انا ما كانش عندي، هتبقى اكيد افضل من المطحونة اللي عندي. هبتدي اقليها كده، الزيت ما يكونش سخن قوي قوي بحيث ان هي ما يعني اول ما نحطها هتقوم محروقة على طول، لا ما ينفعش. بس برضو النار تكون متوسطة والزيت يكون سخن بالشكل ده. شايفين اللون الجميل ده؟ يعني انا الصراحة بحب اسيب الطعمية على النار تاخد راحتها، يعني هما في المطاعم بيحطوها وبيشيلوها ما بتكملش دقيقتين، بس انا بحب اسيبها شوية بتطلع مقرمشة كده، ما بحبش الطعمية طرية. بصوا شايفين لونها عامل ازاي؟ انا بحب اللون ده، تحفة. بتطلع مقرمشة من بره وفي نفس الوقت مستوية وطرية من جوه، وهشة كده، هشة بسبب الكربونات اللي حطيناه، بيخليها من جوه هشة مش مكتومة. شايفين؟ تحفة. تمام، عملنا بالطريقة دي سندوتش، السندوتش الجميل ده تحفة، مع المخلل الجميل ده، عاملينه طبعا في البيت اكيد. وباقي الكمية انا حطيتها في اكياس بالشكل ده، وهفرزها في الفريزر. بطلعها قبلها مثلا بربع ساعة تلت ساعة، بتكون فكت وبقت زي الفل، بقليها على طول. شايفين البتنجان بتاعي؟ تحفة. والطعمية الجميلة دي كفتة كفتة والله يا جماعة، اتمنى تجربوها.